السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا يا أحلى وأغلى أخوات في الدنيا كلها. هنعمل النهاردة إن شاء الله مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده معايا الفطيرة الجميلة اللذيذة الحلوة جدا دي. شايفين بقى الجمال؟ تحفة جدا جدا. طبعا الأولاد هيفرحوا بيها. زهقوا من الأكل بتاع كل يوم، جددي لهم واعملي لهم الفطيرة دي، هينبهروا بيها بصراحة. شايفين بقى الجمال؟ بس للأسف الجبنة الموتزاريلا طلع نوعها مش كويس. ما نصفتنيش المرة دي. هقول لكم النوع اللي انا بفضله اثناء الفيديو. شايفين بقى الجمال؟ يلا بقى ندخل على الفيديو ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة بجيب عندي طبق وبضيف فيه معلقتين كبار من السكر، معلقتين حليب بودر، ربع معلقة صغيرة من الملح. تمام كده. وكمان باكت خميرة فورية ما يعادل 10 جرام. بقلب المكونات الجافة دي مع بعضيها، وبنزل عليهم ب600 جرام من الدقيق. دقيق متعدد الاستخدامات. تمام. بقلب المكونات الجافة كويس جدا كده، وبنزل عليهم بواحد عدد بيضة. حجمها كبير يا بنات. حوالي 55 جرام او 60 جرام. تمام كده. بتقلبي المكونات دي مع بعضيها كده، وبتنزلي بالمية بالتدريج. طبعا مش ينفع اقول لكم كمية المية قد ايه، لان طبعا بيختلف نوع الدقيق للتاني. انا الدقيق ده استعملت له حوالي كوباية من اللي هي بتاعة المج العادي خالص. تمام يا بنات. تنزلي بالمية بالتدريج لحد لما توصلي للقوام اللي انا هوريهولكم في اخر العجن ان شاء الله. تعجني بالشكل ده كده. اهم حاجة تنزلي بالمية بالتدريج عشان خاطر تاخدي وتاخدي لقمة من الفطيرة تكون حلوة جدا معاكي. كل ما بتنزلي بالمية بالتدريج وتعجني، كل لما بتاخدي افضل نتيجة. بعد كده بضيف 3 معالق من الزيت النباتي. تمام كده. اول ما بتضيفي الزيت بتقلبي كده، بتحسي ان العجينه اتفرفتت معاكي. بعد كده بتنعم معاكي وبتبقى حلوه جدا. استمري في العجن، كل لما بتعجني كل لما بتاخدي افضل نتيجه معانا. شايفين العجينه بتقطع ازاي؟ معناها ان العجينه لسه بدأت تتعجن، كمان ما اتخدمتش كويس. تفضلي تعجني فيها حوالي 10 دقايق لحد لما بيكون معاكي ملمس العجينه ناعم بالشكل ده كده. وبتكون بتلزق في الايد. تمام. يبقى العجينة ناعمة وبتلزق في الايد. طبعا لو لقيتيها مش بتلم معاكي كويس، ممكن تضيفي معلقة او معلقتين من الدقيق. بنزل على العجينة بتاعتي بمعلقة من الزيت كده، بمسحها علشان خاطر ما تلزقش في البولة اثناء التخمير. بغطيها بكيس تلاجة او بستريتش راب بالشكل ده كده. انا هنا طبعا في فصل الشتاء، فهجيب مية سخنة وهحطها تحت العجينة بالشكل ده كده علشان خاطر اسرع عملية التخمير. طبعا انت لو في الصيف بتركنيها على جنب على الرخامة لمدة ساعة بتخمر معاكي. انما احنا عشان في الشتاء فهنسرع عملية التخمير بالشكل ده كده. بعد كده بجيب عندي الكبة وبضيف فيها بصلتين، وكمان 2 قرن فلفل اخضر وقرن شطة، وكمان 4 او 5 فصوص من الثوم. لو فصوص الثوم كبيرة كفاية 3 فصوص. تمام كده. يبقى بصل وفلفل وثوم وقرن شطة، ده طبعا اختياري. طبعا انا لازم انعم الخليط ده كويس جدا بالشكل ده كده يا بنات. وكمان حباية طماطمايه نسيت اقول لكم عليها. خلطت الخليط كويس جدا كده، لازم اعصره كويس علشان خاطر المية دي هتخلي العجينة او الفطيرة بتاعتك تكون بايشة كده، مش هتديكي افضل نتيجة. لازم تعصريها كويس جدا كده. تمام. نزلي كل المية اللي موجودة في قلب
المكونات بتاعتك بالشكل ده كده. بعد كده بضيف التوابل بتاعتي. عندي نص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، وكمان نص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وكمان ربع معلقة صغيرة من القرفة. تمام كده، او اي نوع توابل انتي بتفضليه، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الخلطة معصورة كويس جدا. انا بعيدها لحضراتكم كتير علشان خاطر دي خطوة مهمة. بعد كده بنزل على الخلطة بتاعتي دي بنص كيلو من اللحمة، بعجنها كويس جدا كده. وبعد كده بنجيب العجينة بتاعتنا، طبعا اختمرت والمية لسه سخنة. شايفين المية لسه سخنة يا بنات؟ قعدت في التخمير نص ساعة. انما لو انت هتسيبيها من غير الخطوة دي بتسيبيها حوالي ساعة ونص او ساعتين. شايفين العجينة ناعمة ما شاء الله ازاي؟ لازم بقى رشة دقيق خفيفة كده على الرخامة علشان خاطر ما تلزقش، لان العجينة ناعمة جدا. شايفين بقى الجمال؟ بتفرديها بس ما بترققهاش، بتسيبيها سميكة كده شوية بالشكل ده كده يا بنات. بعد كده بتجيبي الخلطة بتاعت اللحمة اللي عملناها مع بعض دلوقتي، وبتحطيها في نص العجينة بالظبط. تمام كده. طبعا ممكن تكون الخلطة دي جبن، ممكن تكون بطاطس مسلوقة وشوية كزبرة وشوية توابل عليها، ممكن تكون فراخ. الحشوة اللي انت حباها واللي انت تفضليها، بس اهم حاجة تلميها بالشكل ده كده. شايفين بقى الجمال؟ طبعا لو ما قفلتش معاكي كويس بتبلي ايديكي كده بشوية مية وبتقفليها كويس. اهم حاجة لازم تقفليها عشان ما تتفتحش في التسوية. في الفترة دي انا مولعة الفرن طبعا علشان يسخن. تمام كده. بجيب عندي صينية، الصينية دي ما شاء الله مقاس كبير، مقاس 36. بمسحها بمسحة كده من الزيت علشان خاطر الفطيرة ما تلزقش في الصينية. تمام كده. ولازم تسكني الفطيرة كويس جدا في الصينية بالشكل ده كده. زي ما قلت لحضراتكم يا بنات، لازم الفرن يكون متولع قبليها علشان خاطر يسخن، عشان الفطيرة بتاعتنا تخش على فرن يكون سخن. بعد كده بتخرمي الوش بتاع الفطيرة بتاعتك بالشوكة بالشكل ده كده علشان خاطر ما تتنفخش كده زي رغيف العيش. عندي هنا معلقتين من الحليب بتمسحي بيهم وش الفطيرة. ممكن معلقة قهوة سريعة الذوبان وشوية مية، اي حاجة موجودة ومتاحة عندك اشتغلي بيها. بالشكل ده كده بدخلها الفرن الرف الوسطاني، طبعا الفرن سخن. بتاخد اللون ده بطلعها واحط عليها الجبنة الموتزاريلا، بس للأسف الجبنة دي نوعها مش كويس. انا بصراحة بفضل الحمد. جبنة الحمد بتكون حلوة جدا ومطتها حلوة جدا، وحضراتكم شفتوها معايا في الفيديو بتاع البيتزا. بتطلعيها من الفرن بتغطيها كده بفوطة المطبخ علشان خاطر ترد كده من حرارة الفرن، وتبقى طرية وجميلة معاكي. هي ما شاء الله حلوة جدا ومش لازقة في الصينية زي ما انا وريت لحضراتكم كده. شايفين بقى طراوتها وجمالها؟ تحفة جدا. طبعا لو وصلتي لحد هنا من الفيديو ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو كده منكم تشجعوني بيه. شايفين بقى الجمال؟ بجد طعمها حلو جدا جدا، الاولاد هيفرحوا بيها، مش هتبطلي تعمليها. بجد طعمها حلو جدا واللحمة مستوية ما شاء الله. شايفين قد ايه هشة وطرية وحلوة جدا ما شاء الله. تحفة جدا جدا. يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم يا حبايبي. اسيبكم على خير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.
مع ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.